السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ورمضان كريم علينا وعليكم كده، ويعود علينا الأيام يا رب دايما بالخير والبركات كده. النهاردة حبايبي عاملين الفطار بتاعنا بسيط وسهل، مش هنقف في المطبخ كتير. عاملين صينية رز معمر، وجنبها كده صينية بطاطس، وشويين فراخ على الجريل بتتبيلة روعة جدا جدا ومنتهى الجمال. بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ زوزو، ولايك لايك لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبي في مطبخ زوزو. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى صينية رز معمر وبطاطس وفراخ مشوية على الجريل. الفراخ حبايبي انا كنت متبلاها ومجهزاها من تفريزات رمضان، وطبعا طلعتها عشان فكت خالص. بس هاقول لكم على التتبيلة اللي أنا عملتها. طبعًا الفراخ بنجيبها وبنغسلها كويس جدًا، جدًا، وأنا عارفاكم إن أنتم كلكم شطار وبتغسلوا الفراخ كويس جدًا، جدًا. غسلناها بملح وخل وليمون، وبعد كده عملنا لها محلول نقع. حطيتها يا حبايبي كده في محلول النقع، عبارة عن ملح وسكر وفلفل أسمر حبوب وورق لوري وعيدان قرفة، وسبتها كده ليلة كاملة منقوعة. نفس البهارات أو اللي أنا حطيتها للفراخ حطيتها للبطاطس. دي حبايبي عبارة عن نص كيلو من البطاطس، قشرتها وقطعتها شرايح بالشكل ده. ومعايا حبايبي الرز بتاعنا حوالي 3 كوبايات من الرز، حطيت عليهم 4 كوبايات من اللبن. بس قبل ما احط اللبن طبعا دعكت الرز بتاعي بمعلقتين كده كبار سمنة بلدي. خليت الرز بتاعي تغلغل، السمنة اتغلغلت فيه كده. وحطيت اللبن، وزودت له حبايبي كمان للأمانة نص كوباية مية، وحطيت معلقة ملح. هقول لكم على التتبيلة بتاعتنا تاني. التتبيلة بتاعت الفراخ عبارة عن بصلاية، قرن فلفل، طماطماية، بهارات فراخ، فلفل أسمر، بابريكا، كاري، آه، ربع معلقة صغيرة ريحان ناشف مجفف، دعكتها كده ما بين ايديا قبل ما احطه، ومعلقة خل ومعلقتين زيت. الرز بتاعي طبعا انا كنت مجهزاه زي ما قلت لكم. حطيت 3 كوبايات رز عليهم 4 كوبايات لبن، وحطيت معلقتين سمنة، ودعكتهم كده الاول الرز بالسمنة قبل ما اضيف اللبن. كده الرز بتاعي دخلته حبايبي في الفرن، وايداله طبعا الشواية هياخد لون، وهنطفي الشواية. هنا على النار انا حاطه الجريل تسخن جدا. على ما الجريل بتاعنا يسخن هنحط البطاطس بتاعتنا في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. هوزع بقى حبايبي كده البطاطس في الصينية واظبطها كده. وهجيب حبايبي معلقة سمنة بلدي نوزعها كده على الصينية. نوزع السمنة بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم حبايبي انا حطيت البهارات بتاعتها، بهارات فراخ وملح وفلفل وبابريكا ورشة صغيرة ريحان. في البولة اللي كان فيها البطاطس حطيت فيها نص كوباية مية عادية خالص من الحنفية. لو موجود شوربة هتحطي شوربة. هنهز الصينية بتاعتنا كده وهندخلها الفرن حبايبي كده مع صينية الرز. كده حبايبي انا حطيت صينية البطاطس تحت، وطبعا صينية الرز فوق تحت الشواية. اول ما الرز هياخد لون هيعمل الوش بتاعه الجميل، هنروح جايين طافيين الشواية. الجريل بتاعنا سخن خالص كده. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل بالفراخ بتاعتنا على الناحية اللي عليها الجلد كده. هنحطها بالشكل ده حبايبي. الجريل بتاعي انا مش دهناه اي حاجه، انا حطيته لغايه ما سخن خالص جدا ونزلنا بالفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن برضو لو ما فيش جريل هتشويها على صينيه عاديه خالص. بتبقى جميله جدا. انا كنت عاملاها قبل كده على الصينيه كانت في منتهى الجمال، بس المره دي قلت اما اعملها على الجريل. والتتبيله بتاعتها ما شاء الله ريحتها
تحفة 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 جدا والله العظيم ما شاء الله. وطعمها كان في منتهى الجمال، يعني في الفطار اما كلناها ما شاء الله ما شاء الله في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تجربي التتبيلة بتاعتي ديت وهتعجبك بإذن الله. نتك عليها كده، شايفين ما شاء الله. هنسيبها شوية كده وبعد كده نقلبها على الناحية التانية. نقلبها بالشكل ده حبايبي، يعني دقيقة كده ودقيقة كده، يعني طول ما احنا واقفين بنقلب فيها، يعني دقيقة ونص كده، دقيقتين، ونروح جايين قلبين. وطبعا معانا بقية التتبيلة بتاعتنا بالفرشة كده وبنمسح عليها. والرز بتاعنا في الفرن اهو حبايبي، بسم الله ما شاء الله، خد الوش الجميل ما شاء الله. هنطفي بقى الشواية ونرجع للفراخ بتاعتنا ما شاء الله. برضو بنديها سقسقة كده بالفرشة، يعني قبل ما نقلبها بنروح جايين مسقسقين لها كده بالفرشة. طول ما احنا واقفين كده بناخد بالنا منها، ما بتاخدش منك. يعني الفراخ ما بتاخدش اي وقت في السوا خالص، ما غابتش والله في السوا بتاعها. هنغطيها ثواني كده وهنرفع الغطا بتاعها ونشوفها ما شاء الله. يعني هي 3 دقايق بالكتير وهنطلعها بإذن الله، هي خلاص استوت معانا. برضو بتسقسقيها كده بالفرشة كده عشان تبقى الفراخ معاكي طرية كده وجوسي جميلة. هنقلب الفراخ بتاعتنا ما شاء الله. شايفين اللون بتاعها ما شاء الله، وطعمها وريحتها والله في منتهى الجمال. انا بسجل لكم طبعا بعد الفطار وبعد ما فطرت وكلت، وبقول لكم رأيي فيها بصراحة وبأمانة والله العظيم. كانت في منتهى الجمال، تتبيلتها كانت أكثر من رائعة. وادي الرز بتاعنا ما شاء الله طلع جميل جدا ما شاء الله. وده الفطار بتاعنا حبايبي. ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ زوزو. وده الجزر اللي انا خللته معاكم، فاكرين الجزر؟ انا مقطعاه بقى وحطاه معانا على الفطار اهو. وصينية البطاطس في منتهى الجمال، والرز والفراخ طعمها وريحتها تحفة تحفة تحفة. وبلح ناشف، وعاملين تمر وعصير برتقان وخشاف للي بيحب الخشاف. انا بحب من هواة التمر الناشف بس يا جماعة، ماليش في الخشاف. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ويتعاد علينا الأيام بخير. أسيبكم بقى في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل في فيديو جديد.